السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تورتة النهارده بقى دي بتاعت عيد ميلاد بابا، ربنا يديله الصحة كده والعافية. كلنا كده ندعي له ربنا يشفيه ويعفى عنه ويديله الصحة والعافية يا رب، ويبارك له في صحته ويخليه لنا يا رب. انا جايبه لكم النهارده كده هنزين التورتايه، وهنزل لكم الخبز بالتفاصيل كلها في فيديو تاني. بصوا بقى، دي بتاعه الاسطوانه دي، بتاعه اللي هي الكهرباء. فانا بستخدمها بدل اللي هو المسند بتاع ايه التورت، بس انا قلت اوريهولكوا يعني. حلو برضو، هيديكوا نفس الايه الاداء، ويبقى سند عليه التورتايه وبتاع، ويبقى جميل. لو حد ما عندوش ايه، ما جابش اللي هو الستاند ده. بصوا بقى كده هننزل حطينا الكريم شانتيه. تمام، كريم شانتيه كوبايه، كريم شانتيه وكوبايه ميه. هتحطي كوبايه وكوبايه لو انتي عاملاه من غير سكر. لو حابه تحطي سكر ممكن تحطي سكر وميه مع بعض الاول، تضربيهم وبعد كده تحطي الكريم شانتيه. بس انا بجيب الكريم شانتيه بتاعي من غير سكر. ده لبن بسكر. تمام، بحلي بقى حسب الرغبه، يعني انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي، وبتبقى جميله ما تجزعش معاكي. فبنسقي بيها الايه التورتايه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. قلت بدل ما اسقيها شربات يعني، فكانت جميله بصراحه اللي باللبن دي. حابه بقى تحطي حشوات براحتك، اي حشوه انت عايزاها. يعني انا كنت حاشيه هنا فراوله. حابه بقى تحطي شوكولاته نوتيلا، حابه تحطي مكسرات، حابه تحطي اي حاجه براحتك، دي اختياري. انا كان عندي فراوله فقلت ايه، نحط الحشو بتاعنا فراوله، ولادي بيحبوها بصراحه. ننزل كده بقى بالكريم شانتيه. ما عندكيش ما عندكيش القمع ده، او ما عندكيش يعني تعملي باي حاجه من اللي هو القرطاس اللي هو بتاع الكريم شانتيه، مش مشكله. ممكن بمعلقه، باي حاجه عندك، بسكينه عريضه، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. واحده واحده ممكن تجيبي الخامات بتاعتك، يعني كل ما تنزلي مره كده تجيبي حاجه، ما تبقاش تقيله عليكي. احنا كده بنبتدي نفرد الكريم شانتيه، ونحط الفراوله. عامله لكم بقى الفيديو التاني بالخطوات برضو كلها، بس انا قلت ايه عشان الفيديو ما يبقاش كبير قوي وتملوا، فقلت انزل لكم كل حاجه لوحدها. بعد ما بحط الفراوله بحط عليها الكريم شانتيه عشان تمسك وما تقعش مننا برضو. خلي بالنا من الموضوع ده، عشان لما تيجي تحطي السبونج التاني عليه يبقى ماسك نفسه. ننزل كده بالطبقه التانية. بصوا مسكت ازاي، مسكت فيها ازاي، عشان احنا ما حطيناهاش على الفراوله مره واحده. هنبتدي برضو نسقيها لبن تاني. احسن حاجة ان انتي بعد ما تجلسي التورتاية تحطيها في الفريزر مثلا 6 ساعات ولا حاجة، يعني عشان تمسك نفسها، ما تيجي تشتغلي عليها تاني تبقى ماسكة نفسها، مش اللي هو تبقى سايحة كده منك، لا. هنا حطينا برضو الكريم شانتيه تاني. اي حشو بقى براحتك، يعني مش لازم حاجة معينة، اي حشو، شوكولاتة اوكي، اي حاجة. هنا خلصنا. بصوا الفراولة بقى حطيناها كلها كده،
عشان الطبقة الاخيرة ما بنحطش عليها اي حشو. الطبقة الاخيرة بنعملها بقى بالكريم شانتيه كلها، بنجلسها كلها بالكريم شانتيه. بصوا بنزل بقى واداري الجناب خالص تظبط معاكي. بتاخد معايا وقت بصراحة، عشان برضو انا مش متمكنة قوي. ظبطتها وبقت زي الفل كده وايه، وحطيتها في الفريزر. هنيجي هنا بقى نعمل الحاجات اللي هي بتاعة التزيين. فانا كنت عايزة ازين كده الفراولة. دي شوكولاتة سما، بحطها في حمام بخار ماشي على نار هادية كده، بتسيح منك ونبتدي نغطس فيها الفراولة كده. انا كنت عايزة ادي شكل جمالي بقى، عشان محدش يقول انتي سايبة القشر والكلام ده. لا، انا غسلاها كويس جدا، عشان زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، وانا كنت عايزة اعملها بشكل جمالي كده، نوع من التغيير يعني. بصوا هنا بقى كده التورتيه بعد ما خرجت كده من الفريزر سبتها 6 ساعات. برضو دي شوكولاتة سما زي ما وريكم بقى في الاول. الشوكولاتة الغامقة ممكن نحط عليها معلقة لبن، ما تخرصش منك فعادي يعني، او زيت لبن بتاع اي حاجة من الكلام ده عادي، تبقى سهلة معاكي ايه وتسيح، وتبقى الجناش بتاعها مظبوط. بصوا بقى انا بلف ازاي الاسطوانة من تحت، تبقى مسهلة بقى معايا. ومش هتشتروها بفلوس يعني، مش هتلاقوها غالية الاسطوانة دي، من اي حد كهربائي لو عنده هيديهالك، حد بيوضب شقته بتاع الناس بتوع اللي لسه عرسان جداد، تبقى الحاجات دي موجودة يعني. بصوا بقى انا بعمل الجناش في الجناب الاول عشان ادي ايه الحركة دي، هي شكل الستارة كده. وبعد كده ننزل بباقي الجناش كده ايه، اظبطه بقى بالايه بالمعلقة كده. عندك بقى معلقة، عندك بادة كده اللي هي بتفردي بيها. بصوا بقى هنا كنت بعمل قلب، بعمله بالشوكولاتة البيضة، كنت انا بشراها كده، بظبطه اهو بالسكينة، بظبط شكل القلب كده بالسكينة. برضو التزويق ده حسب بقى براحتك بقى، يعني حسب ما بيجي معايا الشكل، حاجة جت في دماغي فقلت اعملها. الفراولة اللي انا كنت عاملاها، صلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشتركوا في القناة كده ما تنسوش، وفعلوا الجرس، ويا ريت تعليق حلو كده لو التورتيه عجبتكم. بصوا بقى هنا كده، انا كنت بقى طبعا اتبقى كريم شانتيه، فحطيت عليه شوكولاته، وابتديت اعمل منه ايه روزوتات كده ايه صغننه كده، يبقى شكلها حلو. تزويق حسب الرغبه، لو لسه اول مره يعني، لو مبتدئه لسه، فواحده واحده ايدك بتظبط. يلا بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب تكون التورتيه عجبتكم. وهنا وصلت لنهاية الفيديو وما ننساش فضل الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.